انا اللي بقول اهو، انا بنتي لو مدانه هتقول حق مراتي، ما عنديش استعداد ان انا اتنازل عن حق مراتي اللي امم ماتت غدر. مساء الخير، اهلا بيكم. الفيديو ده مهم جدا جدا لكل الناس. هنتعلم من اخطاء غيرنا وهنعرف اعترافات نورهان اللي قتلت والدتها السيده داليا سمير الحوشي مشرفه العمال ببور فؤاد تحديدا في حي الفيروز، اللي الكل اتفاجئ وكان محتار ومش قادر يصدق من الصدمه. طب هي قالت ايه في اعترافاتها، وايه هي نتيجه الفحوصات اللي اتعملت لها وكانت بامر من النيابه ان هي يتم اجراء فحوصات لها لاكتشافها او لمعرفه عذريتها او ان هي بتاخد مخدرات ولا لا. وطبعا الصوره اللي قدامكم دي صوره الشاب حسين اللي عمره 14 سنه و16 سنه. طب ازاي 14 وازاي 16؟ الولد مثبوت في عمره الاوراق الرسميه 14 سنه، لكن في الحقيقه حسين عمره 16 سنه. طب ازاي ان اهله في الاساس سجلوا حسين بعد ما اتولد بسنتين اتنين، وده سبب ان في الاوراق 14 سنه. طب ازاي بنت بالجمال والادب ده وان هي من عيله محترمه وعيله الكل بيشكر فيها ومامتها ست محترمه بتسعى على اكل عيشها وباباها مفحوت يا عيني عشان يوفر لهم قوت يومهم ومامتها متبهدله في الشغل عشان توفر جهازها تعمل كده؟ البنت في اعترافاتها للاسف الشديد قالت ايوه انا فعلا مش عذراء، لان الفحوصات اثبتت ان البنت للاسف الشديد مش عذراء. البنت قالت انا ايوه مش عذراء لان كنت على علاقه بحسين من فتره كبيره جدا. طب انت ازاي عرفت حسين وازاي اتقربتي له؟ الولد اللي يعني شكله مش ما يشدش بنت او ان هو مش لائق بيكي لا مستوى اجتماعي ولا شكلا ولا اي حاجه وانت طالبه جامعيه. قالت في البدايه انا حسين كنت مصاحب اخويا احمد وكان بيتردد على بيتنا ان هو يسال على احمد، وكان بيتعمد ان هو في البدايه يجي ومامتي وبابايا مش موجودين لان هو جارنا وعارف ان ماما وبابا بيشتغلوا وما بيكونوش موجودين في البيت واخويا بيكون في الشارع واخويا احمد في دراسته. فبيجي يسال. في البدايه بدات ان هي كانت بتصد الولد، لكن بدا ان هو طبعا يتقرب منها، واحنا عارفين ان الشباب بيبداوا يتفننوا ان هم ازاي يوقعوا الفريسه بتاعتهم، والبنات الصغيرين ممكن للاسف يصدقوا. من هنا بنقول يا ريت بناتنا كونوا حذرين جدا جدا واوعوا تصدقوا الكلام المعسول. هتستغربوا وتقولوا حسين ده 16 سنه ازاي يعرف حاجه زي دي؟ احنا بقينا في زمن صعب جدا، بنشوف مصايب على التيك توك وبنشوف على السوشيال ميديا. كمان حسين بيشتغل في جمع القمامه وجمع الخرده، وده يعني زي ما بيقولوا كده لافف وداير، وعرف ازاي يأثر على عقل بنت عندها 20 سنة وكان بيسلي نفسه. لكن للأسف البنت صدقته وتمادت معاه، وتقريبا قدر يقنعها ان هي تشرب كمان معاه مخدرات عشان يعملوا دماغ وقت يعني اللي كانوا بيعملوه. ربنا يسلم علينا وعلى بناتنا يا رب العالمين. قالوا لها طب بالنسبة لخطوبتك انت كنت مخطوبة وبتكلمي خطيبك وكويسة معاه ازاي؟ قالت انا اتخطبت خطوبه صالونات، خطوبه عاديه جدا، جه اتقدم لقوم مستواه المادي كويس وحالته الماديه كويسه وهيعيشني في مستوى كويس محدش يهتم بمشاعري، فوافقت على طول زي ما اهلي كانوا عايزينه، واتعمل لي فرح في قاعه كبيره وكان الكل مبسوط ووالدتي كانت مبسوطه. لكن هي كانت طبعا شايفاه طيب وكويس، فقالت ان هي هتتجوزه وتكمل تفضل مكمله مع حسين. ربنا يعفو عنا يا رب العالمين. بنقول بعد كده نتعلم من خطأ غيرنا. صاحبي وصاحبك بره، صاحبي وصاحب ابني بره. تنبه على ابنك. كل اب يجمع ولاده الشباب، اصحابك ملهمش علاقه باخواتك البنات، ملهمش علاقه بمامتك، ما يوقفوهمش في الشارع يسالوا عليهم، ما يجوش تحت البيت يندهوا عليهم، ما يخبطوش على باب بيتي ويسالوا عليكم. صاحبي وصاحبك بره ملهمش علاقه ببيتي. البيتنا خط احمر سواء لصاحب ولادي او لصاحب اصحاب زوجي. فاهمين؟ ده خطأ من ضمن الأخطاء اللي احنا حبينا ان احنا نقولها، ونقول الخطأ اللي وصل للكارثة والمصيبة دي والابتلاء الشديد ان الأم تموت والولاد يتيتموا والبنت حياتها تتدمر. بالنسبة للناس اللي قالت الأب بيحاول ان هو يدافع عن بنته، الأب طلع في تصريحات وقال بالنص أنا بنتي لو مذنبة انا بطلب القصاص من بنتي وحق مراتي مش هسيبه حتى لو كانت بنتي هي اللي قاتله امها، لازم حقها يرجع لو من نورهان نفسها، ومش هنزل دمعه واحده على بنتي لو هي انعدمت، لان انا هعيش عمري كله ارجع حق مراتي لانها ما كانتش تستحق اللي حصل لها والموتة البشعه دي، وان ولادي يتيتموا وحياتي تتدمر. فانا مش متعاطف مع بنتي خالص ولا متعاطف مع حد، ومحدش يقول ان انا بدافع. انا لو بنتي مذنبة
اعدموها وعاوز حق مراتي. ربنا يسترها علينا وعليكم، وربنا يسلم على بيوتكم يا رب العالمين، وربنا يرحم الأستاذة داليا ويلهم زوجها الصبر والسلوان، وربنا يصبر ولادها على الابتلاء الشديد ده، كان الله في عونهم. ربنا يسترها على بيوت المسلمين أجمعين. دي اعترافات نورهان اللي قتلت والدتها بمساعدة حسين اللي عمره 16 سنة. للأسف نورهان ما طلعتش عذراء. ربنا يسلم علينا. انا كل اللي طالبه حق مراتي ايا كان القصه، ايا كان لو بنت مدانه هاتولي منها حق مراتي. انا اللي بقول اهو، انا بنتي لو مدانه هاتولي حق مراتي. ما عنديش استعداد ان انا اتنازل عن حق مراتي اللي ماتت غدر. مراتي ماتت غدر، ما تستحقش اللي حصل فيها. مراتي ما تستحقش والله اللي حصل فيها. دي كانت اطيب انسان في الدنيا كلها، والله ما تستحق الكلام ده. ايا كان المدان يتحاسب. انا عايز عداله الله. لا يمكن هفرط في دم مراتي ابدا، ايا كان المدان. ده اللي بقوله للناس، ارحموني، اصبروا علينا يومين ثلاثه لحد ما عداله ربنا تبان. لو كانت بنتي مدانه في قتل امها هدافع عنها ليه؟ هطلعها ازاي لو هي مدانه؟ وقالوا عني برضو ان انا في البدايه القاتل، وخلوا النيابه تتعامل معايا على ان انا اللي قتلت مراتي، واتهموها في شرفها، وهي ما عملوش اعتبار لحرمه الميت. وقالوا ان انا دافع، انا القاتل بدافع الشرف. الكلام ده كله ما حصلش والله. دي كانت نور عيني. اسمعوا شهاده الناس عنها في محل شغلها وفي محل سكنها، وانتوا تعرفوا احنا ايه. احنا ابتلينا، ارحمونا لحد ما عدل ربنا يبان وحقيقة ربنا تبان. طب حضرتك كنت عايز تقول لنا ان انت عملت محضر عكس تماما اللي نشر في بعض الصحف. انا اول مرة النهاردة اطلع على تحقيقات على الاقوال اللي اتقالت في المحضر. مدير النيابة عرضهم عليا، قلت له والله سعادتك ان كانت بنت مدانة انا عاوز عدل ربنا. ما قلتش اكتر من كده. لا انا افترشت قدام النيابه زي ما الناس بتقول، ولا دخلت اسم، ولا قابلت بنتي. والله ما بصيت في وشها حتى من يوم الجريمه. ما قابلتهاش تماما والله. الكلام اللي بيطلع ده ايه اصله؟ ايه مصدرك يا اللي بتقول انا بدافع وانا بعمل؟ انا لا قومت محامي ولا اي حاجه. انا لحد الان لسه بتكلم من قدام النيابه، حتى مش ملم بالاحداث. ده انتوا الواضح ان انتوا عندكم معلومات اكتر من اللي عندي. طيب يعني انت بتوجه رسالة، عم خليل بيوجه رسالة لكل السادة المشاهدين معانا بان حضرتك عايزين بس نوجه رسالة ان هو كان من يوم الواقعة، من يوم مقتل زوجته السيدة داليا لغاية النهاردة هو كان في النيابة في تحقيقات، وما صدرش منه اي تصريح وما قابلش صحفيين. وسيم حضرتك قلت كده صح كده؟ والله ما حصل خالص. تمام. ولا اي حاجة. اتفضل كمل. ما حصلش. انا لحد الان بتكلم من قدام نيابه بورفؤاد. حضراتكم ممكن تتاكدوا من الكلام ده. انا رابع يوم او خامس يوم في النيابه. ما اعرفش اي حاجه. انا لسه النهارده اول يوم ابتديت الم كده خيوط الموضوع اللي حصل ده كله. طب اللي انت فهمته ايه يا عم خليل بعد ما خرجت من النيابه وبعد ما شفت التحقيقات؟ قول لنا كده. انا اتاكدت ان الولد القاتل. تمام. ملابسات الجريمه مش عارفينها كويس. انا لحد الان لسه ما اعرفهاش. هم قالوا لي هات محامي يطلع وهو يبلغك باللي حاصل كله، لان لحد الان المحضر قيد التحقيق. انا لحد الان مش عايزين يعرفونا حاجه. انا النهارده بتوسل لرئيس النيابه انه يديني بس اي معلومه، اي حاجه علشان اعرف. عرفت اقوال بنتك؟ قال لي ان البنت يعني تعتبر مشاركه، مش بالدم، بس هي متهمه بالجريمه، تعتبر ساعدت القاتل. بس ساعدته في ايه؟ ساعدته ان هو يخش البيت